الأهلي استطاع حارس مرمى الأهلي إيقاف انتصارات الأهلي، واستطاع طلائع الجيش الفوز على الزمالك 3-1. أهلا بكم متابعي الكرام، لايك وشير وصلي على النبي السيد صلى الله عليه وسلم. حارس مرمى إنبي استطاع يقف انتصارات نادي الأهلي. تألق حارس مرمى إنبي استطاع أن يقف انتصارات نادي الأهلي ليخرج الأهلي متعادلا 1-1 في نهاية الشوط الثاني، وتحديدا في آخر دقيقة من الوقت بدل الضائع. إيه اللي حصل؟ شوطة قوية من مجدي قفشة، زاحفة أرضية في يسار الحارس، على شمال الحارس، على شمال عبد الرحمن سمير. تألق عبد الرحمن سمير وأنقذها وحولها إلى ركنية. تلعب الركنية، وبعد دربكة داخل منطقة الجزاء تصل الكرة إلى عمر كمال ليسدد في الزاوية العليا ليمين الحارس عبد الرحمن سمير، ويتألق عبد الرحمن سمير ويصد الكرة أيضا لتخرج المباراة بالتعادل 1-1، ويقف انتصارات النادي الأهلي. لكل شيء نهاية. وقف انتصارات النادي الأهلي عند 21 مباراة، وتحسب لكولر. تحسب انتصارات نادي الأهلي المتكررة عند 21 مباراة. الأهلي يتعادل مع إنبي 1-1 بعد حسم الدوري. يلعب الأهلي أمام إنبي بالشباب وبحارسه الثالث، ويستطيع الخروج مع إنبي بكامل نجومه بالتعادل 1-1. سؤال موجه إلى جميع فرق الدوري العام: متى ينتصر فرق الدوري العام على الأهلي؟ فريق يغيب كل نجومه للراحة بهدافه وسام أبو علي هو هداف الدوري حتى الآن. فريق بالكامل يغيب بكل نجومه وبمدربه، ولم يستطيع أحد في الدوري العام من فرق الدوري العام الفوز على الأهلي. متى يكون الفوز على الأهلي؟ وأنا بتكلم في آخر 22 مباراة واجه فيهم الأهلي فرق الدوري، لم يستطيع أحد الفوز عليه، بل انسحبوا من أمامه. وكلنا نعلم من الفريق المنسحب. طبعا انتوا عارفينه كويس. منتظرين في كاس السوبر. جاي ولا منسحب في كاس السوبر؟ تألق لاعبي الأهلي الشباب، تألق يوسف سيد عبد الحفيظ، وتألق جميع لاعبي الشباب أمام إنبي، وفي المباراة السابقة أمام زد، ليخرج الأهلي متعادلا 1-1. انتصارات نادي الأهلي بالكامل تحسب أيضا له مشاركة كبيرة جدا في النجاح المدرب سامي قمصان له فضل كبير جدا مع كولر في الفوز بجميع البطولات، أيضا مع موسيماني.
سامي قمصان أيضا مع موسيماني له فضل في هذا الدور. ده بالنسبة لدور نادي الأهلي وبالنسبة لفريق نادي الأهلي، والأحداث كثيرة لكن مش عاوز أطول عليكم في الفيديو. لكن خالد بيبو سيرحل من منصب مدير الكرة. كولر غير مقتنع بخالد بيبو، دعا الكولر يتولى مشاكل اللاعيبة ومشاكل ما يحدث بداخل أوضة اللبس أو بداخل غرفة اللبس. يقوم كولر بنفسه بمساعدة محمد الشناوي ككابتن الفريق لحل كل الأمور، وخالد بيبو لم يستطيع أن يمسك زمام الأمور. لذلك طالب كولر بتغيير مدير الكرة الكابتن خالد بيبو، له كل الاحترام والتقدير. طبعا كلنا عارفين صفقات الأهلي تعاقد مع المغربي يحيى عطية الله، وفي طريقه أيضا للتعاقد مع بن شرقي، أو زي ما يلقبونه الزمالك ببن قلبي. بن شرقي ولا بن قلبي؟ ده السؤال. الأهلي لم يحمل عواطف. بن شرقي داخل صفوف نادي الأهلي. الأهلي فوق الجميع وليس اللاعبين فوق الأهلي. الأهلي فوق الجميع. الكل يفهم ماذا أريد وماذا أقول. في النهاية فوز تعادل النادي الأهلي 1-1 مع إنبي ليقف قطار الأهلي عند 21 مباراة تحسب لكولر، 21 مباراة انتصارا على التوالي. وأيضا الزمالك يخسر من طلائع الجيش 3-1. كل عيش وانسى اللي حصل من الديش. شكرا. لايك وشير وصلي على النبي الزين. لايك وشير وصلي على النبي الزين. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله. نتكلم كورة. غدا القمة، قمة الأهلي والزمالك، نهائي كاس مصر. نادي الأهلي بالزي الرسمي، نادي الأهلي بالزي الرسمي، فلنة الحمراء، الشرط الأحمر، شراب أحمر. نادي الأهلي بالتيشيرت الأحمر، الشرط الأحمر، الشراب الأحمر. حارس المرمى بالزي الأزرق. نادي الزمالك فلنة بيضة بخطين حمر، أو نطورها ونقول تيشيرت أبيض بخطين حمر، شرط أبيض، شراب أبيض. حارس المرمى بالزي الأصفر. طقم الحكام بالزي الأسود. ده بالنسبة لصورة المباراة وشكل المباراة وشكل اللاعبي والحكام في أرض الملعب. لكن نتكلم كورة ونترك الأخبار على جنب. نتكلم كورة. الكورة غدا دفاع الزمالك ضعيف جدا. دفاع الزمالك ضعيف 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 ضعيف. أضعف من دفاع الزمالك في مباراة القمة في الدوري 6-1. أضعف من دفاع الزمالك في مباراة القمة اللي انتهت لصالح الأهلي 6-1 بيبو وبشير. دفاع الزمالك في مباراة 5-2 أو 5-3 اللي قالوا عليها إن هي بفرق 3، أضعف من هذا المباراة. دفاع الزمالك في مباراة 4-1 برضو في المباراة دي أضعف. دفاع الزمالك ضعيف جدا، مفيش أضعف منها على مدار 25 سنة سابقة. دفاع الزمالك بتاع غدا ضعيف جدا. أضعف في 3 ثغرات في دفاع الزمالك، باك يمين، باك شمال. أضعف ثغرات في دفاع الزمالك في اليمين وفي الشمال وفي المنتصف. لكن أضعف نقطة في دفاع الزمالك هو حسام عبد المجيد. حسام عبد المجيد
لا يجيد ألعاب الهواء فقط، لكن التحركات والتوقعات وامتلاكه للمهاجم لا يستطيع حسام عبد المجيد أن يفعل شيئا. يعني بيرسي رضا سليم كهربا أي إمام عاشور هيشتغلوا على حسام عبد المجيد أفضل شغل، بل ممكن يحصلوا على ركلات جزاء وضربات حرة مباشرة من على القمة بكل سهولة. بكل سهولة يستطيع